لو عندك حبة بواقي جبن في التلاجة، تعالي أقولك تعملي ازاي أحلى فطير شرقي بمنتهى السهولة. هتعمليه وسهل جدا وبسيط ومكوناتها كلها من البيت، وإن شاء الله هيعجبكم وهتجربوه. شايفين شكله عامل ازاي؟ أنا عملت هنا الفطير ده بحشو البيتزا، وعملت فطير تاني كمان بربع كيلو لحمة، عملت بيه فطيرتين كان طعمهم غاية من الجمال. هنشوفهم مع بعض دلوقتي. شايفين شكله عامل ازاي؟ كان لسه طالع من الفرن سخن مولع. يا ريت اللي اول مره يشوف قناتي يشجعني ويعمل لي لايك وسبسكرايب. يلا بينا نبدا مع بعض الوصفه ونشوف هنعملها مع بعض ازاي. معايا هنا كيلو وربع دقيق. طبعا الدقيق ده انتي صاحبه القرار فيه، عايزه تزودي تنقصي زي ما تحبي، بس انا كان معايا هنا كيلو وربع. حطيت عليهم معلقتين سكر، وحطيت عليهم معلقه صغيره من الملح. قلبت المكونات الجافه زي ما انتوا شايفين كده مع بعض، ونزلت عليهم بالميه. الكوبايه اللي انا بستعملها دي عيارها كوبايتين ميه بالظبط. تمام. هبتدي ارش الميه على الدقيق بالشكل ده كده، وانزل بيه بالتدريج مش مره واحده، عشان متفقين ان الدقيق بيختلف من دقيق لاخر بحيث امتصاصه للسوائل. وهنبتدي نعجن بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هو هنا خد معايا كوبايتين الاولانيين، وعملت كوبايه تانية، وهبتدي انزل بقى بالتدريج زي ما انتوا شايفين كده. كده العجين بدأ يشبك في ايدي، فابتديت ان انا اشيله من ايدي عشان اقدر ان انا ادعك كويس العجينة اكتر، وبزود المية تاني. طبعا كل ما هنعجن العجينة كويس كل ما هناخد منها نتيجة ممتازة. وهيتفرد معاكي بمنتهى السهولة جدا، ومش هيضايقك في الفرد بتاعه. هنا بقى ابتديت اشيل العجين من ايدي، وعايزة اغسل ايدي زي ما انتوا شايفين كده، وهبتدي اشيل العجين من الطبق وانزل بيه على الرخامة اعجنه كويس جدا. معايا هنا بولة حطيت فيها حبة مية عشان هستعمل مية تانية. هو لغاية دلوقتي خد معايا 3 كوبايات بالظبط مية. ببتدي انزل بايدي في المية بالشكل ده كده، وارش حاجات بسيطة على العجينة لغاية ما تبقى معايا طرية خالص. هي لغاية دلوقتي كانت العجينة يابسة معايا شوية، مش طرية زي ما انا عايزاها. هتعجيني فيها حبة حلوين كده زي ما انتوا شايفين كده. وكل ما تحسي ان العجينة محتاجة مية ولسه ناشفة معاكي زودي مية. انا كل شوية بنزل بالمية زي ما انتوا شايفين كده. انا محتاجة العجينة تكون معايا طرية مش ناشفة. طبعا لو في عجان هيوفر عليكي كتير، بس انا بعجن قدامكم بايدي. بدأت كده العجينة تطرى معانا اهي، بس برضو لسه بتقطع معايا، مش ده اللي انا عايزاه. انا عايزة اوصل ان العجينة تبقى ناعمة جدا معايا وبتمط معايا زي الاستك زي ما انتوا شايفين كده. كده خلاص هي وصلت معايا للشكل اللي انا عايزاه. هبتدي احطها في الطبق تاني، اسيبها ترتاح حوالي ربع ساعة واغطيه وشها بالزيت. وبعد ربع ساعة حضرت الصينية دي ونزلت بحبة زيت، كمية كويسة يعني مش قليلة. وهبدأ أقطع الكور بتاعة الفطير اللي أنا هعملها. هنا أنا عملت الفطير ده 5 فطيرات. انتي عايزة تعمليهم على 3 على 2 زي ما انتي حابة، بس أنا عملتهم على 5. ابتديت هنا أقطع الحجم اللي انتوا شايفينه ده. ده القفر الأخير اللي هقفل بيه الفطيرة. الحجم ده حجم قد البرتقانية كده، يمكن اقل حاجات بسيطة، بس هو الحجم ده كان بالنسبة لي مناسب. وبعد كده الحجم الصغير اللي انتوا هتشوفوه ده
ده مقاس الفطير من جوه. شايفين بدأت أقلل في حجم الكور بتاعة الفطير قد ايه؟ دي حجم البيضة بالظبط كده. طبعا هبتدي أغطي وش العجين كله بالزيت عشان الوش بتاعه ما ينشفش مننا ويعمل طبقة ناشفة كده ويضايقنا في فرد العجين. هسيبه يرتاح 10 دقايق وهغطيه، وبعد كده هبتدي افرد. هنا كان عندي بواقي جبنة رومي في التلاجة، طلعتها قطعتها شرايح بالشكل ده كده. طبعا هي عشان كانت في التلاجة فكانت متماسكة شوية مع بعض. ونفس الحكاية كان عندي بواقي لانشون، قطعته شرايح برضو بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وطبعا معانا زيتون اسمر، ومعانا جبنة موتزاريلا. انا بستعمل الحمد جميلة جدا في الاستعمال بتاعها. هم احسن نوع جبن موجودة، الحمد والاطباء. معايا كمان حبة فلفل قطعتها شرايح. وهقلب المكونات دي كلها على بعضها. ودي حشوة البيتزا الأولانية. هنا بقى معايا ربع كيلو لحمة مفرومة ويمكن كمان أقل. نزلت هنا بمعلقة سمنة، وطبعا الطاسة كانت سخنة معانا. ومجرد ان اللحمة خدت لون ابتديت اقلبها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. انتي مش شرط تعملي لحمة، ممكن تعملي فراخ، ممكن تعملي كلها حشوة البيتزا جبن، براحتك خالص. بس انا بديكي افكار وانتي حرة بقى تختاري اللي يريحك او اللي يناسبك اكتر يعني. نزلت كمان ببصلة متوسطة مفرومة، طبعا فرم متوسط برضو مش فرم ناعم. وقلبتها معاها وهسيبها حوالي 5 6 دقايق كده لغاية ما تشرب المية بتاعتها. كده خلاص نشفت من المية تماما. هبتدي انزل بالبهارات: ملح، كبابة صيني، كزبرة ناشفة، فلفل اسمر، ولو في قرفة بتدي طعم جميل جدا طبعا. هنسيبها تبرد تماما وعشان نستعملها بعد كده. هنا بقى المادة الدهنية اللي انا هستعملها في فرد الفطير: زيت وزبدة. انا كنت مستعملة معايا زبدة فيرن وسمنة بلدي. انا بعمل الكوكتيل ده بيبقى طعم الفطير حلو قوي. دي السمنة البلدي. انا يا دوبك هفكها بس على النار مش هسيحها. وهي خدت معايا برضو هنا العيار بتاع المادة الدهنية دي كان حوالي كوباية وربع بالظبط. هنا انا كنت فكيت الزبدة بس والسمنة، ما سيحتهاش قوي، يا دوبك بس فكت معايا. طبعا الزيت بيساعدنا كويس جدا في الفرد. هنا انا اللي كنت عملت الفطيرة، عملتها حوالي 7 أو 8 طبقات. طبعا انتي زي ما تحبي، عايزاها يعني سميكة قوي اعمليه زودي شوية، عايزاها متوسطة زي ما انا ما عملتها انا كنت عاملاها 8 طبقات في بعض. هنا ابتديت افرد العجين زي ما انتوا شايفين كده. وطبعا كان فرده سهل جدا معايا عشان هو معجون كويس. انا هنا فردت بينا الشبكة كانت سهلة جدا وسهلت عليا الطريقة خالص. هنا بقى ابتديت ان انا احشي حشو البيتزا. نزلت بالحشو بتاعها فردتها في النص كده. وبعد كده هقفلها من 4 اتجاهات بالشكل ده كده. مش مشكلة لو في حاجة مقطوعة في العجينة، مفيش اي مشكلة خالص، كل ده هيتدارى في الطبقات. بقفل الاتجاه التاني برضو بالشكل ده كده. وهشيلها على طبق، اركنها على جنب لغاية ما اعمل الطبقة التانية. هتتشال معاكي بسهولة، ما فيهاش اي مشكلة خالص.
ونزلت بتاني طبقة. طبعا انت كل ما بتحطي الطبقة الاولانية بتمسك معاكي وبتبقى سلسة جدا، بتشيليها بمنتهى السهولة، ما بتضايقكيش في حاجة. شايفين العجينة مرتاحة ازاي؟ وهنزل بالطبقة اللي انا عملتها الاولانية وافردها كويس، وهقفل عليها بقى الطبقة التانية بالشكل ده كده. هتيجي ترفعيها دلوقتي تترفع معاكي بمنتهى السهولة، ومش هتعمل معاكي اي مشكلة. كده خلاص هي اتقفلت من كل الاتجاهات ومش هتطلع اي حشو منها. هنكمل بقى بقية الطبقات. طبعا انا مش هعمل كل الطبقات معاكم، احنا عملنا الموضوع ده قبل كده بس كان سادة، ما كانش بالحشو اللي احنا عملناه، بس انا بديكي الفكرة لو انت حابة تغيري الفطير المشلتت عندك. شايفين اتشالت معايا بمنتهى السهولة ازاي؟ هنا بقى انا كنت خلاص كملت الطبقات كلها، عملت 7 طبقات بالشكل اللي انتوا شفتوه ده. ودي اخر طبقة، اللي هي الحجم الكبير اللي احنا كنا عملناه، اللي انا قلت لكم ده كان قد البرتقانة. هنبتدي نفردها كويس جدا كده. وهنزل بقى بالطبقات اللي انا عملتها. شايفين شكلها عامل ازاي؟ طبعا مش هتتفرد دلوقتي، احنا هنجيب صينية وندهنها كويس جدا من المادة الدهنية اللي احنا بنستعملها. تمام. وهننزل بقلب الفطيرة فيها، وهنسيبها لغاية ما ترتاح خالص على بال ما نخلص بقية الكمية اللي كانت موجودة معانا. هنا بقى هبتدي اعمل حشو اللحمة المفرومة. انا هنا برضو بستعمل ايدي، مش شرط النشابة، بستعمل ايدي ومرة النشابة. اتقطعت معانا ما فيهاش اي مشكلة برضو. طبعا اللحمة المفرومة كنت سبتها بردت خالص عشان استعملها، ما ينفعش نستعملها وهي سخنة. ونزلت برضو في نص العجينة كده. وهبتدي اقفل عليها برضو زي ما عملنا في حشو البيتزا بالظبط. سهلة جدا، وشلتها بمنتهى السهولة، ما كانش فيها اي مشكلة برضو. هنعمل الطبقة التانية. وهننزل بالطبقة الأولانية بتاعة اللحمة المفرومة ونقفل عليها كويس جدا. نبتدي نفردها تاني كده ونظبطها. هنا برضو كانت القطعة الأخيرة اللي هقفل بيها الفطيرة خالص، بعد ما عملت لها برضو نفس الطبقات اللي أنا عملتها في فطيرة البيتزا. زي ما قلت لكم كل طبقة كل فطيرة كانت واخدة حوالي 7 أو 8 طبقات. هندهن الصينية برضو وهنسيبها ترتاح، وهنكمل بقية الكمية اللي معانا كلها. هنا كنت انا خلاص خلصت الكمية اللي كانت موجودة معايا كلها، وبدأت افردها زي ما انتوا شايفين في الصينية كده. لو فتحت منك زي ما انتوا شايفين كده، فتحت معايا من فوق، اقفليها عادي خالص، مش هتأثر معانا في اي حاجة. هي بتتفرد معانا بسهولة لان هي مرتاحة في العجين، وخدت راحتها بعد العجين كمان حوالي نص ساعة. ودي فطيرة اللحمة. طبعا انا ما عملتش الفيديو كله معاكم او ال5 فطيرات معاكم عشان وقت الفيديو ما يطولش. تمام كده. برضو بتتفرد بسهولة عشان ارتاحت كويس. هنا انا كنت دخلتهم الفرن. طبعا النار بتبقى عالية من تحت ومن فوق. واستوت بالشكل ده وبدأت ترتفع معانا بالشكل ده كده.
ما خدتش 10 دقايق ربع ساعة في الفرن. بس اهم شيء تكون النار عالية من تحت جدا، والشواية تكون متوسطة عشان ما تحرقش وش الفطيرة قوي. كده كان 4 فطاير طلعوا، كانت الخامسة لسه في الفرن. هنا بقى هوريكم الفطير وهو لسه سخن وطالع. دي كانت فطيرة البيتزا، كان طعمها تحفة. طبعا انتي بتشتريها من بره بمبلغ وقدره يعني، عملناها في البيت بمنتهى السهولة. ودي كانت فطيرة اللحمة المفرومة. شايفين الدخان بتاعها؟ والله كانت لسه طالعة من الفرن. كده خلاص الفيديو بتاعي خلص. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وتشجعوني وتعملوا لي لايك وسبسكرايب.